السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا هانيين ومتهنين. وصفتنا لنهار اليوم اللي هي وصفة طروط الكتف في الفور، يجي يذوب في الفم، يجي طايب زبدة بنين بتتبيلة تجي بنينة. اللي يذوق هذا الكتف في الفور ما يشبعش من بنتها، التتبيلة ولا اروع. نبدأ على بركة الله بالتتبيلة. نحتاج مطارد، فلفل أسود، كركم، ملح، كمون، كزبر، بابريكا حارة أو حلوة، إكليل الجبل، بصلة، ثوم، زيت، رند وزعتر. هذو هما المكونات. عندي هذا الكتف اللي كنت نحيت له العظم، ودركا راح نحل هكا اللحم، ما نخليهش خشين، يعني ما يكونش رقيق وما يكونش خشين هنايا باش تسهل لنا في الطياب، يعني ما تشدناش وقت كبير، وفي نفس الوقت كي نتبلها يجي الكتف تاعي كامل متبل وطايب زبده ويجي بنين. هنا كما راكم تشوفوا راني نحل فيه هكا بشويه. بالنسبه كيفاه نحيت الكتف من العظم بالتفصيل تلقاوه في فيديو مفصل وحده. هنا كما راكم تشوفوا راني نحل فيه هكا بهذه الطريقه، ما تخليوهاش رقيقه، المهم نحلوها بهذه الطريقه، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه باش طيب لنا مليح وفي نفس الوقت يعني تزرب الطيب. ومن بعد نشلحها هكا بالموس باش الذوبات يدخلوا فيها، يعني لي زيبيس اللي راح نديرهم بهذه الطريقه. نبدا نتبل الكتف تاعي. راح ندير المطارد، هنا تقدروا الساع ديروا الملح هو الاول ومن بعد ديروا المطارد، ولا ديروا كيما درت انايا، يعني ما ديروش كميه بزاف وما ديروش شويه، يعني كميه لاباس بها. نغلفها كامل بالمطارد، من بعد نبدا نتبلها بالملح. حنا ندير الكميه تاع الملح، كما تعرفوا اللحم المشوي ولا في الفور يحب شويه اللحم بزياده، مش بزياده نقول لكم حتى نطردوها سبخه، بصح تحب شويه الملوحيه. هنايا بعد ما درت الكميه تاع الملح راح نزيد الفلفل الكحل. هنا بالنسبه للمكونات تقدروا تخلطوا كلش مع بعضها ضربه واحده، ومن بعد تبداو تحطوها فوق اللحم تاعكم او الكتف تاعكم. هنا بعد ما درت الفلفل الكحل نزيد شويه كمون. انا الكمون ما نشتيهش بزاف، يعني مانيش راح نكثر، ندير غير شويه تعطيني النكهه، بصح ما بغيتش يكون المبالغ فيها. دوك راح نزيد لها الكزبر، نحاول ندير كامل على هذاك الكتف. نزيد عليها الفلفل الاحمر الحار، واللي يبغي يدير الحلو الحلو. بالنسبه لهذا الفلفل الاحمر مخدوم في الدار، يعني مش مشري، الطريقه تاعو كنت سبق ودرته لكم في القناه، نخلي لكم رابط الفيديو تاعو في صندوق الوصف. نزيد الكركم، تحبوا تزيدوا لها زنجبيل تقدروا ديروا زنجبيل. نزيد لهنا البصله. هنا بالنسبه للبصله تقدروا ديروها كما تقدروا تستغناو عليها نهائيا. هنايا مزجت الثوم مع البصله مع بعضهم هكا نخلطهم، وكيما قلت لكم هنا تقدروا ديروا الثوم وحده بلا بصله، كيما تقدروا ديروا بصله وثوم، كيما تقدروا ديروا الثوم تاع الغبره هكا باش يكون واضح، وكيما تقدروا تستغناو نهائيا على البصله. هنا راح نحط البصله فوق اللحم ونبدا نوزعها على هذاك الكتف. كما تقدروا كما قلت لكم المكونات هذو كامل تحطوهم مع بعضهم وتضربوهم في البراميكسور، ومن بعد تتبلوا بها اللحم تاعكم. واذا ما استعملتوش البصله خلطوا المكونات وفرغوهم فوق اللحم تاعكم. هنا ضفت لها شويه تاع اكليل الجبل يمثلكم بنه هايله في اللحم. راح نحط كميه من اكليل الجبل نوزعها هكا على الكتف، ونزيد الزعتره ثاني تمثلكم بنه هايله. هنا اذا ما عندكش اكليل الجبل تقدري تكتفي بالزعتره.
بصح راه يتمد بنا في زوج. من بعد راح نزيد لها شويه زيت ونوزع المكونات كامل هكا على الكتف تاعي باش يتبل كامل مليح. من بعد نبدا نروليها بهذه الطريقه باش نغلقها. احنا الوالد ربي يحفظه كي كان يخدمها هو والوالده كانوا يخليو هذاك الطرف تاع العظم ومن بعد كي يتلم هكا يولي كلي دجاجه محطوطه. هنا نسيت كنت حنخليها ومن بعد نسيت نحيتها. هنا كما كنتم تشوفوا راني نعدل فيها بهذه الطريقه باش ندور عليها الخيط باش تحكم لي الشكل كي ندخلها الطيب. هنايا كما كنتم تشوفوا راني وجدت لي عدلتها. دوكا راح نزيد ندير لها التتبيله من الفوق بصح نفس التتبيله ما فيهاش لا بصله لا ثوم. هنايا شوفوا عندي خيط كان عندي خيط سبيسيال خشين باش نديرو هكا بهذه الطريقه. ما لقيتوش هيا درت بخيط واحد سبيسيال تاع الطبخ راح نديرها على 3 نحكم القيس تاع الخيط على 3 الثالث ندخلو تحت اللحم بهذه الطريقه او تحت الكتف. من بعد راح نربطها باش تكون واضحه لانه الخيط راهو رقيق. نعاود نعدلها هكا في النص وندورها بهذه الطريقه ونزيد نربطها. نحاول نعدل الخيط تاعي باش من بعد كي يطيب لي الكتف تاعي ما يتحلش ويحكم لي الشكل المطلوب. هنايا بعد ما ربطتها بهذه الطريقه نزيد نربطها المره الثانيه باش ما يتحليش. ودركا راح نبدا ندورها على هذاك الكتف بهذه الطريقه. ندير هذه الطريقه ومن بعد ندخل الخيط في النص هكا ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكتف تاعي كامل. بهذه الطريقه ندخل جزء وجزء نكون حكماته نفوت الخيط من الداخل ونكمل بنفس الطريقه. ضروري يكون الخيط خشين كما قلت لكم انا تاعي ما لقيتوش اضطريت انه ندير بالخيط العادي. الخيط تشريوه من عند لوازم الخياطه وتخليوه سبيسيال للكوزينه. هنا راح نعدل اللحم اللي يخرج ومن بعد راح ندورها هكا ساير داير نزيد نثبت لها الشكل تاعها واللي بقى ندورو هكا باش ما يتحلش. ودوكا راح نجيب نفس التتبيله خلطتهم هكا مع بعضهم ما درتش غير البصله والثوم. راح نخلطهم بهذه الطريقه كما قلت لكم تقدروا ديروا هذه الطريقه وتبلوا بها اللحم تاعكم. هنا راح ندهنها هكا من الفوق. درت التتبيله وشويه سمن وزيت ودهنته بهذه الطريقه ساير داير ونحط عليها ورقه ترند من الفوق. نجيب البابي الومنيوم ونحط عليه ورق الزبده. ضروري انه نطيبه على ورق الزبده باش يكون الاكل تاعنا صحي. راح نكمل هذيك التتبيله اللي قعدت نحطها هكا على ورق الزبده ومن بعد نجيب الكتف تاعي ونحطه بهذه الطريقه ونغطيها. هنا من الفوق تحبوا ديروا ورقه ترند تحبوا ديروا اكليل الجبل كما بغيتوا. دوكا راح نغطيها مليح. لهنا بالنسبه لورق الزبده تقدروا تبلوها بالماء وتعصروها ومن بعد تحطوا اللحم تاعكم ولا ديروها هكا مباشره. نحاول نغطي الكتف تاعي كامل بورق الزبده.
ونكمل بالبابي الومنيوم نغطيها مليح باش طيب لي مليح وفي نفس الوقت ما يدخل لها والو. نغطي الكتف تاعي ونخليه ليله كامله وهو هكا متبل باش هذيك التتبيله تتشرف في اللحم ويجيني الكتف تاعي بنين. نحطها في الفريجيدار وبالغدوه هذيك راح نطيبها في الفور نحمرها روطي. هنا الغدوه هذيك حطيته في لهنا المول اللي راح نطيب فيه، نفرغ عليه شويه ماء وندخلو الفور يطيب من 7 حتى 8 سوايع. هذا هو الوقت اللي يطيب فيه اللحم تاعك الزبده ويجي بنين. ندخلو يطيب ومره على مره نطلو كي نشوفوا الماء نشف نزيدو شويه ما سخون حتى يطيب لنا اللحم تاعنا ونخليه يطيب على غرفه. هنايا بعد ما دالي الوقت المطلوب تاعو تاع الطياب راح نطل عليه كما راكم تشوفوا راني نحل فيه. والريحه واش نقول لكم، واحد الريحه لا تقاوم، فما بالك البنة. شوفوا كيفاه هذيك لاصوص. انا هنايا حليته طليت عليه، شوفوا كيفاه طاب زبده. شوف هنا من ريحته ما قدرتش نصبر كليت منه بنه لا تقاوم. انا هنا واش راح ندير، راح نحكي من لاصوص هذيك اللي تبقات راح نديرو من الفوقه ونرجعو يحمر لي من الفوق، يدي لي هذيك التحميره من الفوق. بالنسبه للتحميره كل واحد كيف يحب، انا ما نحبش نحمرها بزاف تنتيبس، غير تدي لي هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه. ودوكا راح نقسمها هكا شرائح. وهذه الوصفه كانت ديرها انا ماما ربي يحفظها. من الداخل دير لها فيونداشي ساعه دجاج ملحي، ومن الداخل ثاني دير لها بيض مغلي مع جلبانه وخضره ثاني تنوعنا فيها، ولا ديروها بهذه الطريقه سامبل ما فيها والو، تجي بزاف بنينه. هذا هو الشكل تاعو كيما راكم تشوفوا، يجي يذوب في الفم الريحه والبنه ما نحكي لكمش. البنات تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. بالنسبه لطريقه التقديم تقدموها مع بطاطا خضره صوتي ولا رز. هذيك لاصوص اللي تقعد لكم على الكتف من بعد كي يطيب ديروها مع الرز وقدموها معها. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شوفوا كيفاه طايبه زبده. هنا نكون وصلت لنهايه الوصفه، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.